5 يونيو 67 وفي تمام الساعة 8 صباحا صحي المصريين على كابوس فضل ملازمهم لأكتر من 6 سنين. طيران الاحتلال الإسرائيلي دك كل المطارات الحربية المصرية، ضرب كل الطيارات المصرية على الأرض وبدون حتى ما تبدأ المعركة تنتهي لصالحهم. قرار خاطئ وغير مدروس من قيادة القوات المسلحة المصرية وقتها بالانسحاب فورا من سيناء. تم التراجع في فوضى كارثية راح ضحيتها للأسف معدات وجنود، وفي خلال ال6 أيام الأولى من الحرب اتمكن العدو الإسرائيلي من احتلال هضبة الجولان السورية، قطاع غزة وكان تابع للإدارة المصرية، الضفة الغربية وكانت تابعة للإدارة الأردنية بما فيها القدس الشرقية، وسيناء المصرية بأكملها إلا حتة، والحتة ديت هي موضوعنا النهاردة. ركز معايا عشان هنرجع لها تاني. مساء يوم 9 يونيو يعني اليوم الخامس للحرب، يخرج الرئيس جمال عبد الناصر على الشعب ويعلن تنحيه عن الرئاسة. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. وبعدها على طول يستدعي رئيس الوزراء الإسرائيلي ليفي أشكول وزير دفاعه موشي ديان. يضحك موشي ديان ويقول لليفي أشكول عبد الناصر تنحى. يفتح ليفي الخريطة ويقول لموشي لسه في شوكة في ظهر إسرائيل. الشوكة اللي في ظهر إسرائيل ديت الحتة اللي احنا اتكلمنا عنها، كانت فين وإيه حكايتها؟ وهل كمل الجيش الإسرائيلي واستولى عليها هي كمان عشان يبقى كده فعليا استولى على سيناء بأكملها، ولا الجندي المصري اللي اتقال عليه ده جبان واتهزم كان له رأي تاني؟ عشان الأمور توضح معاك ونجاوب على كل التساؤلات لازم تفهم أصل الحكاية. ليفي أشكول لما فتح الخريطة لموشي ديان شاور له على مدينة بور فؤاد ويقول له دي المدينة الوحيدة اللي داخل سيناء وشرق القناة، المصريين ما انسحبوش منها ومسيطرين عليها ولازم ننهي العملية دي فورا. طب هم استولوا على كم أراضي ما كانوش يحلموا بيها، اشمعنى المدينة دي بالذات؟ مدينة بور فؤاد في المواجهة المباشرة لمدينة بورسعيد، واستيلاء إسرائيل عليها معناه إن ميناء ومدينة بورسعيد دايما في تهديد وخطر، يعني بمعنى أصح تحت رحمتهم، ومكسب كبير للاحتلال ده، غير انها تبقى سيناء باكملها تحت قبضتهم. وعلى طول القيادة الاسرائيلية تاخد القرار ويبدأوا التجهيز للتنفيذ. نروح للجانب المصري وبالاخص المجموعة اللي كانت في بور فؤاد وبور سعيد. بعد الهزيمة اتجمعت القوات في مدرسة في بور سعيد اسمها اشتوم الجميل. التجمع ده كان لإعادة التمركز مرة تانية واستيعاب الموقف الجديد. بدأوا تدريبات وفي خلال ايام بسيطة وصلت لهم شحنة اسلحة جديدة. الاسلحة دي كانت عبارة عن RPG-7 سوفيتي الصنع، وكان مطور كتير عن النوع اللي كان بيستخدمه الجيش المصري اللي هو RPG-2، لكن في المجمل العام ما كانش احدث حاجة، لانه بكل بساطة RPG-7 ده كان بيستخدمه السوفيت في الحرب العالمية الثانية، يعني كان من 20 سنة بيستخدموه، يعني كانوا بيبعتوا لنا بواقي الاسلحة بتاعتهم. وده يبين لك فرق التسليح الرهيب ما بين الجيش المصري والجيش الاسرائيلي، واللي كان بيمتلك احدث ترسانة الجيش الامريكي في السلاح. زي مثلا طياراتنا كانت ميج 17 وميج 21، لكن اسرائيل كان عندها طيارة الفانتوم الامريكية وقتها، وطبعا الفرق ما بينهم كان شاسع. لكن تفصيلة صغيرة لازم الفت نظر حضراتكم ليها، ان كفاءة الجندي بالسلاح البسيط اكتر تأثير من مجرد جندي يملك احدث سلاح. نرجع تاني للسلاح اللي وصل للقوات في مقرهم في بورسعيد. RPG-7 وصل لهم بدون ذخيرة وكمان بدون كتالوج. بعتوا للقيادة في القاهرة وردوا عليهم بالذخيرة تاني يوم، لكن بلغوهم ان السوفييت ما بعتوش كتالوج للسلاح. طب هيتعاملوا بيه ازاي وهيشغلوه ازاي؟ ازمة. لكن لستر ربنا كان الحل عند جندي فدائي اسمه الرقيب حسني سلامة. الرقيب ده فحص السلاح فلقى ان تلسكوب التصويب الخاص بالسلاح مشابه لتلسكوب التصويب الخاص بالرشاش 14.5 بوصة المضاد للطيارات، وسبق وكان اخد فرقة في استخدامه من مدرسة المدفعية سنة 62. فبلغ قائد سريته النقيب احمد عبد الحميد سعودي بقدرته على التعامل مع السلاح، فطلب النقيب اختباره في منطقة مطار الجميل غرب بورسعيد. نجح الرقيب حسني سلامة في المهمة واثبت له كفاءته في استخدام السلاح، وعلى طول اوكل اليه النقيب مهمة تعليم زملائه استخدام السلاح.
السلاح. وبعد 3 ايام من التدريب النظري وقبل ما يبداوا التدريب العملي للسلاح، وفي اليوم الرابع وبالتحديد يوم 1 يوليو سنة 67 الساعة 10 صباحا، يوصل الملازم تحسين عبد القادر برسالة خطيرة جدا. جمع الجنود وقادتهم وأبلغهم ان اليهود في طريقهم لبور فؤاد لاحتلالها، والقيادة بتبلغ المجموعة سرعة التوجه للموقع المطلوب ومنع العدو مهما تكلف الأمر. وعلى الفور توجهت المجموعة المقاتلة على عربية عسكرية على طريق المعاهدة الإسماعيلية بورسعيد. كانت مكونة من 18 جندي مقاتل مع قائدهم الملازم فتحي عبد الله. وصلوا لنقطة إرشاد السفن ومشوا بمعداتهم العسكرية وأسلحتهم لشط القناة، وأخدوا لانش من هيئة قناة السويس للضفة الشرقية للقناة. وصلوا للنقطة المطلوبة وكانت مهمتهم منع العدو دخول بور فؤاد إلا على جثثهم. طبيعة أرض المعركة كانت صعبة جدا، وهي كانت منطقة راس العش. كانت عبارة عن لسان موازي لقناة السويس عرضه ما بين 60 و70 متر، يمينه قناة السويس وشماله منطقة الملاحات، وكانت صعبة جدا. اللسان ده كان يعتبر هو الطريق الأوحد والأصلب اللي بيودي لمدينة بور فؤاد، يعني اليهود علشان يحتلوها لازم يعدوا من على الطريق ده. القوات المصرية تمركزوا كان من خلفهم مدينة بور فؤاد على بعد 8 كيلو متر، وكان قدامهم قوات العدو اللي كانت عبارة عن 10 دبابات ومشاة ميكانيكية بعربياتهم المجنزرة، وكمان طيارة استطلاع من طراز سوبر بيك اب، وكل دول في مواجهة 18 جندي بالقائد بتاعهم. علشان كده كان لازم القوات يأمنوا تمركزهم في المكان، فعمل كل واحد فيهم لنفسه حاجة اسمها حفرة برميلية بيكون قطرها 80 سم وارتفاعها بطول المقاتل، وبيكون باين منه اكتافه وراسه عشان يعرف يتعامل مع العدو. ما كانش بس التسليح المصري ضعيف، لكن كمان معدات الحفر كانت تقريبا مش موجودة، لدرجة ان الجنود كانوا في المعركة دي بيحفروا الحفر البرميلية بتاعتهم بسنوك البندقية والدبشك الحديدي. ودي حاجة بسيطة جدا للتاريخ يبين الجندي في التوقيت ده كان عامل ازاي. القوات المصرية تمركزوا كل واحد في مكانه، وكان قائد المجموعة وجندي اتصال في اخر حفرتين في خلف القوات عشان يفضلوا في تواصل طول الوقت مع القيادة. المجموعة كانت على علم باسلوب العدو الاسرائيلي في القتال، بيفضل اسلوب الالتفاف والتطويع عن المواجهة المباشرة، وطول عمرهم معروف عنهم كده ما بيحبوش وش الوش. المهم طيارة الاستطلاع بتاعتهم تمشط المنطقة الساعة 3 العصر، وكانت بتطير على ارتفاع منخفض لدرجة ان قائد الطيارة كان بيبص للمجموعة المصرية وبيضحك استهزاء، اللي هو انتوا هنا بتعملوا ايه؟ ده احنا شوية ودباباتنا هتساويكوا بالارض. وفي تمام الساعة 4 وبعد رجوع طيارة الاستطلاع يوصل للقوات المصرية دعم اضافي، وكان عبارة عن مدفع بي 10 مضاد للدبابات ومعاه 3 افراد للتعامل معاه، و4 افراد ب4 رشاشات خفيفة وفرد اشارة بجهاز الاتصال بتاعه، ومدفع رشاش متوسط بشريط طلقات 250 طلقة. يعني اصبح عدد القوات 26 فرد تحت قيادة الملازم فتحي عبد الله. وخلي بالك لا الطيارة ولا القوات المعادية تعرف بقوات الدعم ولا المعدات اللي وصلت للقوات المصرية، وديت المفاجأة اللي هنشوفها قدام. مجموعة من القوات المصرية وقبل بداية المعركة زرعوا مجموعة من الألغام في المسافة بين القوتين، واحنا قلنا ان العدو على بعد 2 كيلو والمكان كان مفتوح، يعني تحركات وافعال المصريين كانوا فعلا على مرأى ومسمع من اليهود وكانوا عارفين هم بيعملوا ايه. لكن بالرغم من كده ولضيق الطريق اللغم هيكون فعال وهيصيب بعض قواتهم زي ما هنشوف. وقبل المغرب بشوية لاحظ الرقيب حسني سلام على الجهة التانية من الملاحات بعض قوات العدو بتحضر قوارب مطاطية، فعلى طول يبلغ قائد المجموعة اللي يعين 2 لحماية المجموعة من الخلف، لكن يراجعوا في قرار قائد في العمليات ويبلغهم ان صعب الوصول ليهم من العدو عن طريق الجهة دي بالذات. قبل المغرب ب10 دقايق تفتح القوات الاسرائيلية النار على المجموعة المصرية. طب ليه ما استنوش لليل؟ قالك عشان يشوفوا مدى القذيفة هتوصل لفين. المشكلة ان الدنات كانت بتطير من فوق رؤوس القوات المصرية، وللاسف ما كانتش القذائف المصرية مداها بيوصل لمكان العدو، فما كانش من القوات المصرية الا انهم يوفروا ذخيرتهم ويستنوا اليهود يتقدموا، وبالفعل اتقدموا ووصلوا لمنطقة الالغام. وزي ما قلنا ان اجتيازهم للالغام كان صعب جدا، انفجرت بعض الالغام واصابت منهم، لكن كملوا المسير واصبحوا على بعد 800 متر بينهم وبين القوات المصريه. وهنا تيجي المفاجاه واللي ما كانوش عاملين حسابه، مدفع البي 10 واللي وصل للقوات المصريه بعد مغادره طياره الاستطلاع بتاعتهم تم تصويبه على طول على دباباتهم واصاب منهم 3 دبابات، وتبدا معركه طاحنه ويتمكن العدو من اصابه المدفع والطاقم اللي عليه. طبعا الضرب شغال وكل ده كان بالليل، بس سؤال هنا هو ليه القوات الاسرائيليه استنت لليل يعني في الضلمه وما هاجموش في عز النهار على الاقل يبقوا شايفين اهدافهم؟ اقول لك والله انت غلبان قوي، دول يهود.
القوات الإسرائيلية كان معاهم قذائف فوسفورية. القذائف دي مكان ما بتنزل بتخلي المكان ضغط، ولحظتها بيكون العدو شايفك وانت مش شايفه، وخد كمان لو لمست جندي بتحرقه، ده غير انه بينور وساعتها بيكون صيد سهل ليهم. مش بقول لك يهود. وبعد وقت من المعركة وبالتحديد الساعة 2 صباحا، قائد المجموعة الملازم فتحي عبد الله يجيله اتصال من القيادة، واللي معاه على الخط الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا، يبلغ المجموعة انه متابع العملية لحظة بلحظة، وان افراد المجموعة باكملها جالهم ترقية استثنائية للرتبة الاعلى، ده غير منحهم نوت الشجاعة من الدرجة الاولى، وشدد عليهم العدو ما يعديش لبور فؤاد. في اللحظات دي بدأت تحس القوات الإسرائيلية بصعوبة المرور، فيلجأوا للحيلة والخداع. فيسمع الرقيب حسني سلامة صوت غريب من على بعد من جهة البوص ناحية الملاحات، وعلى طول يقرب شوية تقريبا ال100 ياردة ويضرب بالRPG طلقة عشان الصوت يختفي تماما. واتضح ان العدو زرع جهاز تشويش عشان يصدر اصوات لجنود وتحرك، عشان يوهم القوات المصرية ويصوبوا النار عليهم وتخلص ذخيرتهم. لكن على مين الكلام ده؟ المهم وبعد شوية وفي لحظة في منتهى الغرابة يوقف العدو ضرب النار، وينتبه الرقيب حسني سلامة لان اكيد في قوات العدو في ظهرنا لتطوئنا. طبعا العدو مش هيضرب نار عشان يصيب افراده، وقد كان يشوف 7 افراد من قوات العدو في الخلف، وكانوا على بعد من ناحية الملاحات شايلين رشاشات خفيفة، ويقول واحد منهم بلغة عربية سليمة: ارمي السلاح، كل واحد يسلم نفسه ويرفع ايده فوق. وما كان من الرقيب حسني سلامة الا انه صرخ في مجموعته وقال: كل واحد فيكم ينزل تحت مكانه. وفتح على 7 افراد من قوات العدو رشاش جرينوف، خلص عليهم شريط طلقات 250 طلقة مرة واحدة. يبدأ العدو من الامام في الضرب والتقدم من تاني، وده معناه انه قطع الاتصال بالمجموعة اللي كان هتطوق المصريين من الخلف، واكيد تم القضاء عليهم من المجموعة المصرية لحد مسافة من 80 ل 100 متر. والرقيب حسني سلامة واللي معاه عاملين ملحمة تاريخية، عربات مجنزرة ودبابات مشتعلة من الامام حجبت الرؤية للعدو من الخلف. ومفيش نص ساعة الا وفر اليهود هربانين من موقع المعركة، وكان النصر للقوات المصرية وده الجندي المصري لما يواجه. وتاني يوم يعاود العدو الهجوم مرة تانية، لكن المرة دي يلاقي في انتظاره مجموعة من الصاعقة من الكتيبة 103، وبرضه يدوهم درس ما ينسوهوش، ويفر اليهود للمرة التانية هربانين، وما يجرؤوش على التفكير في التقدم لبور فؤاد مرة تانية اطلاقا. وتفضل بور فؤاد مصرية ليوم التحرير يوم 6 اكتوبر 73، ويفضل الجندي المصري ملحمة على مر الازمنة وتحت اي ظروف. حمى الله مصر شعبها وجيشها وارضها.